وسهلا، مساء الخير. الفترة هذه صايرة أحب أسوي وصفات ماما. اليوم راح أسوي إدام كرات اللحم مع البطاطس بطريقة ماما. واضح إني مرة مشتاقت لها، كل أسبوع أسوي وصفة من وصفاتها. على السريع راح أقول لكم مكونات كرات اللحم المفروم. أنا استخدمت لحم مفروم بقري، أضفت عليه ثوم مفروم، كزبرة مفرومة، وعندي ملح وفلفل أسود، بودرة كاري، تشيلي فليكس لو كنتوا حابينه سبايسي، وعصير نص ليمونة. راح أكورهم وأرجع لكم. هنا سخنت القدر وراح أضيف زيت. أنا راح أستخدم زيت زيتون. بعد كذا راح نشوح كرات اللحم، ما راح نخليها تستوي تماما، بس تتحمر وتاخد لون حلو. بنفس القدر اللي شوحنا فيه اللحمة المفروم راح أنزل البصل. شوحت هنا طبعا البصل والثوم ومعجون الطماطم، بعدين راح أضيف الطماطم المهروسة، وآخر شي راح أنزل عليها كرات اللحم، ونغطي القدر ونخليهم يتسبكوا على نار جدا هادية تقريبا 15 دقيقة، وكمان علشان اللحم يكمل استواء. وهنا قاعدة أسلق البطاطس اللي راح أضيفها للحم المفروم، تقريبا حبتين بطاطس قطعتها مربعات قد كذا صغيرة، وراح أسلقها وأضيفها للحمة. تخيلوا أحب أكلها مع إيش؟ أحب أضيف عليها شوية كريمة حامضة أو ممكن زبادي، مرة لذيذة معاها.